أشهر مسلسل وفيات شهدته الدراما المصرية واللي اعتذر عنه أكتر من فنان. حكايتنا النهاردة عن رائعة من روائع الدراما المصرية الصعيدية، مسلسل ذئاب الجبل. المسلسل ده اتسمى كده إن هو أشهر مسلسل حصل فيه حالات وفاة كتير جدا لأبطاله. المؤلف محمد صفاء عامر بيبدأ في أوائل التسعينات في كتابة هذه الحلقات، وبتجمعه جلسات عمل مع المخرج مجدي أبو عميرة، وبيتم ترشيح كرو المسلسل اللي كان على رأسهم صلاح قابيل. وفعلا بيصوروا، صلاح قابيل بيصور 8 مشاهد وبيتوفى. وبعد كده أسرة المسلسل بتنزعج جدا وبتتوتر من حالة الوفاة اللي حصلت للأستاذ صلاح قابيل، وبيتعاقدوا مع الأستاذ المرحوم عبد الله غيث اللي بيجي وبيصور 80% من دوره في المسلسل، وكان متبقي له 8 مشاهد وبيتوفى. فالناس ما كانتش فاهمه يعني ايه، طب نقفل المسلسل ولا نلغيه ولا نمسحه؟ كان في حاله ذعر كبيره جدا جدا، لدرجه ان هم كلموا الاستاذ نبيل حلفاوي واتخض، قال لهم انتوا ليه بتكرهوني كده؟ يعني ده لو اخر مسلسل في الدنيا عمري ما هشتغل فيه. من حالات الوفاه اللي كانت برضو مشهوره في المسلسل اقارب بقى الممثلين، يعني اقارب مجدي ابو عميره توفوا، في بعض منهم توفى في المسلسل، اقارب محمد صفاء عامر توفى بعض منهم في المسلسل، لدرجه ان الطفل اللي كان بيعمل ابن سماح انور اللي هو كان اسمه البدري كان بيعدي الشارع وحصل له حادث سير وتوفى يعني. فكان مسلسل هم بيتوقعوا له بالفشل او بيتوقعوا له انه مش هينجح، لان كان في حاله تشاؤم كبيره جدا وحاله خوف من هذا العمل. يعني المنتج ممدوح الليثي كان بيكلم محمد صفاء عامر وبيقول له وانت كنت بتكتب الدور ده وعزرائيل قاعد جنبك، يعني مش ممكن كل ما نجيب ممثل يحصل له حاله وفاه ويتوفى وحاجات زي كده. وجم في مره برضه هم بيصوروا استطلعوا راي احمد ماهر اللي كان بيعمل دور دبور، وقال لهم طبعا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. المؤلف محمد صفاء عامر والمخرج مجدي ابو عميره بيقعدوا مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي وبيعملوا شويه اغاني في المسلسل علشان تبين المورال، وعلشان التعديل الجديد يبان برضو ان الدنيا ماشيه بشكل منطقي، لان ما كانتش دي الحلقات. كان المفروض ان هو اللي شاف طبعا المسلسل عارف اللي انا بتكلم فيه وعارف القصه، كان المفروض ان البدري بعد ما هرب واثبت براءته يرجع بلدهم هنا تاني هواره ويجيب حقه وارضه من عنوان ابو البكري، انما ده ما حصلش طبعا، وابتدى يحصل تعديل تاني في الدراما اللي حضراتكم يعني شفتوه. المخرج مجدي ابو عميره كان باعت الورق لاحمد عبد العزيز اصلا في الاول علشان يعمل دور حاتم اللي عمله شريف منير، ولكن احمد عبد العزيز بيصر ان هو يعمل دور البدري ابو بدار. دور صلاح عبد الله اللي هو حسني ابو البيكي كان المؤلف محمد صفاء عامر وعده بيه وهو بيكتب الحلقات، وبعد كده الانتاج قالوا لا احنا عايزين نجيب نجم كبير، وفعلا بيجيبوا الفنان الراحل حمدي احمد وبيصور دور حسني ابو الديكي، ولكن بيعترض او بيختلف مع المؤلف ومع المخرج اثناء التصوير، وبيعتذر وبيمشي وبيرجع تاني الدور لصلاح عبد الله علشان يعمل رائعه من روائعه في الدراما المصريه او في المسلسلات، وبيكون الدور ده من اسباب انطلاقات صلاح عبد الله بعد كده. يعني من الحاجات برضو اللي لازم نذكرها ان دور احمد سلامه اللي هو كان ياسين كان اصلا دور عبد الله محمود، وقعد احمد سلامه مع عبد الله محمود واقنعه ان عبد الله يعمل دور الضابط عصام وهو يعمل دور ياسين يعني. واقنعه المخرج مجدي ابو عميره ووافق يعني على القصه دي، وبينزل في سنه 93 وبيعمل نجاح صاحب كبير جدا 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 جدا، خلى اسره المسلسل تتخض من النجاح ده، لدرجه ان الصعيد لما كان يبقى في عزا او كده كان يعدوا بالميكروفون ويقولوا العزا بعد مسلسل ذئاب الجبل. المسلسل كان 18 حلقه، لما اتذاعت الحلقه الاخيره ابتدى يجي جوابات على التلفزيون ان هم يعيدوا الحلقه الاخيره تاني لحد ما اتعادت اكتر من 5 مرات. فقد ايه كان مسلسل مؤثر، وعدى عليه النهارده هو فوق ال 30 سنه، وكل مره في عرضه الناس بتبقى عندها نفس الشغف ونفس الحب ونفس المتابعه ونفس الحماس مع الاحداث. المسلسل كان من بطولة احمد عبد العزيز وعبد الله غيث وصلاح انور وشريف منير وفتوح احمد وانعام سلوسة ورجاء حسين ومحمد الضفراوي وميرنا المهندس وبسام رجب ووائل نور طبعا، ومجموعه كبيره جدا من الفنانين. ويبقى هذا المسلسل في الذاكره طبعا، ومنين ما بيتعرض الناس بتحب تتفرج عليه. المسلسل اتعرض لاول مره سنه 93 ومن اخراج مجدي ابو عميره
وغناء علي الحجار، وتأليف المستشار محمد صفاء عامر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.